بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وفقها وفهما في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المجلس الثامن من مجالس كتابي أو شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح للإمام ابن الصلاح أبو عمرو رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بالنوع السادس، أذكر نفسي وإياكم بقول إمام جليل من أئمة هذه الأمة، ألا وهو الإمام الغزالي رحمه الله. فقال في رسالته، وهي رسالة نافعة، أيها الولد، فقال فيها: أيها الولد، العلم بلا عمل جنون. العلم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. إنسان يعلم ولا يعمل، هذا جنون. وإنسان يعمل لكنه يعمل عن جهل، هذا لا يكون، يعني غير مقبول هذا العمل أبدا. تمام؟ ثم قال رحمه الله، وهذا الكلام الدقيق الذي أريده في هذا المجلس، قال: واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعات لن يبعدك غدا عن نار جهنم. واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. ثم قال: وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا. قال: فيقال: يا أحمق أنت من هناك تجيء. كلام يعني في منتهى الروعة. علم بلا عمل لا يكون، علم بلا عمل جنون، وعمل بدون علم أو عمل بدون علم لا يكون، وعلم لا يقربك إلى الله ولا يعصمك من المعاصي لن يحجزك يوم القيامة عن نار جهنم. فلا بد للإنسان يا أخواني، يعني أخذا من هذا الكلام، أن يعلم بأن العلم النافع هو العلم الذي يقربك من الله، ولا خير في علم لا يقربك من الله. فأنت ينبغي عليك بعد كل درس أن تنظر إلى هذا العلم الذي تريد أن تتعلمه، هل هو علم فعلا أخذك إلى الله، قربك من الله، حجزك عن المعاصي؟ فاعلم بأنه علم نافع يوم القيامة. وإلا إذا كان علما من أجل أن أتكثر به، ومن أجل أن أتعالى به، ومن أجل أن أتعالى ويصيبني العجب من وراء ذلك العلم، فاعلم أنه علم لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ، أي نعم، حجة عليك. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وألا يضرب بأعمالنا وجوهنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نبدأ إن شاء الله مستفتحين بقول المصنف رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وبكم آمين. قال: النوع السادس، معرفة المرفوع. لابد أن تعلم، كما ضربت لك مثالا من قبل، أن الإنسان يمكن أن نقسم بني آدم إلى أقسام بالنظر إلى كل جزء من أجزائه. فقلنا مثلا
قسموا لنا الناس من حيث الطول والقصر، فنقول طويل قصير متوسط أي مربوع. طيب قسموا لنا الناس من حيث لون البشرة، أسمر أسود أبيض. فإذا نستطيع أن نقسم الإنسان بالنظر إلى لون عيونه، إلى شعره، إلى طوله، إلى سمنه، إلى أقسام. صحيح؟ كذلك علم الحديث. لما نظرنا إلى علم الحديث من حيث القبول والرد قسمناه إلى مقبول ومردود، والمقبول كان أقسام والمردود كان أقسام. صحيح؟ الحسن والصحيح والضعيف بأقسامه، وتشمل معها الموضوع وغيرها. تمام؟ وأما اليوم فسيتحدث المؤلف رحمه الله عن أقسام الحديث من حيث آخر السند، بالنظر إلى آخر السند. فأنت بمجرد أن تنظر الآن إلى آخر السند تقول هذا حديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع. تمام؟ سيتحدث عن هذه الثلاثة، ليس لها علاقة بمسألة الاتصال أو الانقطاع، وليس لها علاقة بمسألة القبول أو الرد. لا، أنا الآن أريد أن أنظر إلى آخر السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل بحضرته صلوات ربي عليه وسلم فأقر. هذا كله يسمى مرفوعا. طيب آخر السند قال أبو بكر فقط، ما في قال رسول الله، قال عمر، قال أبو هريرة، فعل أبو هريرة، رأيت ابن عمر يفعل. هذا يسمى موقوف. أريد أن تشجر عندك هذا. أقسام الحديث من حيث آخر السند: 1 مرفوع، 2 موقوف، 3 مقطوع. والمقطوع هو الذي يكون فيما دون الصحابي. قال الزهري، قال علقمة بن وقاص، قال مثلا سفيان بن عيينة، قال الشافعي تابع الأتباع، قال أحمد، وهكذا كذا، ولم يتعده إلى غيره. فنقول هذا مقطوع غير المنقطع. المنقطع غير المقطوع. المنقطع يتعلق في السند، المقطوع يتعلق بآخر السند، من القائل. تمام؟ فهمنا؟ طيب، فيريد الآن ابن الصلاح رحمه الله أن يشرح لك هذا التفصيل. طبعا أنا ذكرته على العموم، الآن في تفصيلات لهذا الكلام، لكن أردت أن أجمع ذهنك أنه يريد أن يتكلم في هذه الأشياء في النظر إلى آخر السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، قال الصحابي موقوف. طبعا قال أو فعل أو أقر، هو الصحابي موقوف، التابع فما دون مقطوع. تمام؟ طيب، قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وبكم آمين. النوع السادس: معرفة المرفوع. قال: وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك. يعني إذا قلنا بالمطلق حديث مرفوع ما قيدناه مرفوع إلى فلان، لا، هكذا مطلق على الإطلاق مرفوع، فيقصد به مين؟ أيوة. قال: هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك. فقط على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. يعني ليس مقيدا بالصحابي، لكنه إذا قيد بالصحابي يجوز أن تقول هذا مرفوع إلى أبي بكر. تمام؟ أنت ماذا فعلت الآن؟ قيدته بقيد، قيدته
بقيد. أما لما تقول هذا حديث مرفوع فقط، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أو فعله أو أقره. تمام؟ طيب، قال ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها. عليكم السلام. يعني قد يكون الحديث المرفوع قد يكون متصلا، وقد يكون منقطعا، وقد يكون مرسلا ونحوها، يعني قد يكون معضلا معلقا. هذا المقصود بنحوه، صحيح؟ أن هذا الموجود عندنا. وقد يكون حديثا مدلسا أو فيه إرسال خفي، هذه المتعلقة بماذا؟ بالإسناد. فكلمة ونحوها يقصد هذه الأشياء، يقصد هذه الأشياء. عليكم السلام. طيب، انتبه الآن. قال فهو والمسند عند قوم سواء. يلا يا شباب، من الذي قال بأن المرفوع هو المسند؟ من؟ الحاكم. الحاكم، الخطيب البغدادي. بقي عنا بس واحد. الله يهديك، هو ابن عبد البر. ابن عبد البر قال بأن المرفوع هو المسند. هذا من قريب، يعني الرابع. طيب، إذن فهو والمسند عند قوم سواء. من هم هؤلاء القوم؟ ابن عبد البر. طيب، قال والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، يعني على المسند وعلى المرفوع، على المسند وعلى المرفوع. فالمسند قد يكون متصلا عند ابن عبد البر، ليس عند المتأخرين والذي استقر عليه العمل. الذي استقر عليه العمل قلنا متصل مرفوع. وفاتني أن أقول لكم هناك قول الرابع في المسند لابن حجر رحمه الله. هذا ما ذكرنا على يعني ليتكم كتبتموه عندكم. قولا رابعا بعد قلت آخر شيء، بعد بهذا قطع الحاكم آخر شيء اكتب وقد قال ابن حجر المسند هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال. في الصفحة 43، صفحة 43 آخر الصفحة مكتوب والله أعلم، صح؟ تحت والله أعلم اكتب عندك، أعطيني قلم معي قلم، اكتب عندك وقال ابن حجر المسند هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال. طيب، من يقول لي ما الفرق بين قول ابن حجر وقول الحاكم الذي قال هو المتصل المرفوع؟ متصل المرفوع، المرفوع الذي ظاهره الاتصال، ما الفرق بينهما؟ أحسنت. أن المرفوع عند ابن حجر قد يكون فيه تدليس أو مرسل خفي أو إرسال خفي، أما عند الحاكم لا، لابد أن يكون سالما من التدليس والإرسال الخفي. إذن هذه الدقيقة التي أتى بها الشيخ محمد هي صحيحة. إذن هذا الفرق ما بين قول ابن حجر وقول الحاكم الذي ذكره بأنه المرفوع المتصل. مفهوم هذه يا أخواني؟ طيب، ثم قال فهو والمسند عند قوم سواء. قلنا أن هؤلاء القوم هم قول ابن عبد البر ومن وافقه. والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، يعني على المسند والمرفوع على قول من؟ على قول ابن عبد البر. قال وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول من؟ الحاكم. أحسنت. الحاكم يقول متصل، ما لازم يكون فيه انقطاع، ما لازم يكون فيه انقطاع. طيب، وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت. من هذا؟ هذا البغدادي، يدلس علينا ابن الصلاح أو ينوع تنويع شيوخ. طيب،
يقول مرة أبو بكر البغدادي، مرة يقول أبو بكر بن ثابت، مرة يقول قال الخطيب، يعني تنويع في العبارة، تنويع في العبارة. قال اسمع إلى قول الخطيب. ماذا قال؟ المرفوع، نحن قلنا المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، مين ما أضافه يضيفه، المهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري وين؟ البخاري بعيد جدا. طيب، فنقول هذا مرفوع، معلق مرفوع، معلق مرفوع، لكنه مرفوع. ليش؟ لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لكن الخطيب له قول آخر. ماذا قال؟ قال المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. ماذا أخرج؟ أخرج الانقطاع كله. أخرج، يعني يريد هنا أن يقول لك فقط ما رفعه الصحابي. إذا قال الصحابي قال رسول الله هذا مرفوع. أما لو أنه مثلا قال التابعي قال رسول الله ليس عنده مرفوع. لو أن التابعي قال رسول الله لا يعد، وهكذا. وكذلك التقريرات لم يذكرها هنا. إذن التقريرات وما دون الصحابي إذا قال رسول الله لا يعتبر ذلك عند الخطيب ماذا؟ لا يعتبر ذلك مرفوعا عند الخطيب. طيب، لماذا ندرس هذا الكلام نحن؟ لأنك تحتاج في وقت من الأوقات أن تقرأ عبارة الخطيب من كتاب الخطيب، فلا بد لك أن تنتبه إذا قال لك هذا حديث مرفوع، إيش قصده؟ عبارته تختلف عن عبارة المتأخرين التي استقرت عليها عند القوم. إذا قال لك الخطيب هذا حديث مسند، يعني يريد الاتصال، لا يريد الاتصال المرفوع. انتبه. فهذا الكلام ينبغي عليك أن تعرف اصطلاحات القوم، وهذه إنما يذكرها المحققون في مقدمة تحقيقهم دائما في الغالب. إذا لم يذكرها مين؟ إذا لم يذكرها المصنف في أول كتابه يذكرها المحقق بعد أن يستقرئ الكتاب. هذا التحقيق الجيد، لما يقرأ المحقق الكتاب بيطلع بخلاصة، هذه الخلاصة ما لازم يذكرها في المقدم عشان تكون مفتاح لمين؟ للكتاب. طيب، فلما لا يذكر المؤلف اصطلاحاته فينظر المحقق ويستقرئ في الكتاب ثم يقول وإذا قال كذا فالمراد كذا، وإذا أراد كذا فالمراد كذا. صحيح؟ مثل لما قلنا إيش؟ قول الترمذي حسن صحيح، ما ذكر ماذا يقصد حسن صحيح، فأخذ الناس المحققون يذكرون يعني اجتهادات ما الذي يقصد بحسن صحيح وهكذا. طيب، قال فخصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن لو كان قيد التقرير مقصود هنا لذكره ابن الصلاح، وكذلك لذكره العراقي في التقييد والإيضاح، وكذلك ابن حجر في النكت، إلا أنهم لم يذكروا هذا، فكأنهم يعني لم يرد مسألة التقرير، أي أن التقرير داخل في ماذا؟ في الأفعال والأقوال، والله أعلم. لأن التقرير يا أخواني إما أن يكون تقريرا كلاميا فيكون قولا، وإما أن يكون سكوتيا فيكون ماذا؟ فعلا. فربما اندرج من هذا الباب في مسألة التقريرات، والله تعالى أعلم. قلت من؟ نعم، ابن الصلاح يقول ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل، والله أعلم. بعض أهل الحديث يقولون هذا حديث مرسل والمسند هذا حديث عند الناس مرسل لا نعرفه مرفوعا إلا من فلان، فيقصدون بالمرفوع ماذا؟ المتصل.
الذي يكون مقابل المرسل الذي فيه ماذا؟ فيه انقطاع في آخره. فلما تذكر هذه العبارة مع هذه العبارة فيقصد بالمرفوع في مقابل المرسل المتصل. أحيانا هنا قال ومن جعل من أهل الحديث. هذه العبارة قد تأخذ معي ساعات حتى أبحث من الذي قال من أهل الحديث، لأنه لابد أن ترجع القول إلى صاحبه. والله في بعض الأحيان قال أهل العلم، هو بيعرف بس هيك يعني على السرعة أو على الكلام أو على كذا، هو بيعرف أنه في أهل العلم قال هالكلام، لكن قال لك اشتغل لك شوي من وراي، ما بدي أذكر لك كل شيء موجود موضح، اشتغل لك شوي بالكتب، افتح هون افتح هون افتح هون. طيب من قال من أهل العلم هذا الكلام؟ وهذا وجدته عند يعني السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. قال لا الآن السخاوي يقول لنا من هو الذي قال بهذا الكلام. قال السخاوي في فتح المغيث كأن يقال في حديث واحد رفعه فلان وأرسله فلان. طيب رفعه فلان وأرسله فلان. قال مثاله حديث عيسى بن يونس. خليك معي الآن، اكتب عندك الإسناد هذا، اكتب عندك المثال. حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة، من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. اكتب أيضا قال الآجري، هذا كلام السخاوي. طيب كلام السخاوي تعقيبا على هذا الحديث. قال الآجري وهو من تلاميذ أبي داود: سألت أبا داود الإمام العلم صاحب السنن، سألت أبا داود عنه فقال، اسمع: تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل. طيب كمل: ونحوه قول الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى. معناته هذا قول أبي داود وقول الترمذي. يستخدم هذا الأسلوب من؟ أبو داود في سننه والترمذي في جامعه. فإذا ما قرأت عند أبي داود أن هذا مرفوعا في مقابل المرسل فيقصد ماذا أبي داود؟ متصل. وإذا رأيت أيضا لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى عند الترمذي فالمقصود أيضا متصل. هذا عند مين؟ عند الترمذي. أعيد شيء، عندك نقص؟ قول الترمذي أيوة، وهو عند الناس مرسل، ونحوه قول الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى. طبعا اذكر المرجع فتح المغيث للسخاوي. تفضل يا أبو عدنان. لا نعرفه غير مرفوعا. لا نعرفه مرفوعا غير لا نعرفه إلا من طريق. لا نعرفه إلا من طريق هذا يعني أن ليس له إلا هذا السند مثلا. أما لا نعرفه مرفوعا مقصوده أنه متصل. أي نعم. أيوة نعم، لعند الرجل الموجود الذي ذكره. أي نعم. النوع السابع قال: معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، يعني تقريرات، فيوقف عليهم، يقال حديث موقوف، ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموقوف، أن يقال قال أبو هريرة، قال أبو بكر، لا يتجاوز إلى إيش؟
قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، قال أبو هريرة وبس قوله، قال عمر فقط، قال ابن عمر فقط، لا يتجاوزه إلى مين؟ إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول مثل المرفوع، مثل ما قلنا أن المرفوع منه ما هو متصل ومنه ما هو منقطع، كذلك الموقوف منه ما هو متصل ومنه ما هو منقطع. فإذا كان متصلا قلنا هذا موقوف متصل، موقوف متصل، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، يعني ما هو متصل. قال على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. مثل ما شرحنا في المرفوع، الشرح نفسه وين؟ في الموقوف. قال وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، كما قلنا في المرفوع إذا أطلق فقط يقصد به مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الموقوف إذا أطلق فإنما يقصد به الصحابي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، لكن قد يقيد إلى التابع فمن دون، فيقال موقوف على سعيد بن المسيب مثلا، موقوف على الشافعي، موقوف على مالك، موقوف على عمرو بن دينار، وهكذا. إذن ممكن أن يقيد بمن هو دون الصحابي، لكن عند الإطلاق يقصد به حصرا مين؟ الصحابي. قال وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء، وعطاء بن أبي رباح معروف أنه ليس صحابي، تابعي، أو على طاووس أو نحو هذا، يعني ممكن على دون هؤلاء أيضا، والله أعلم. طيب، واحفظ هذا الكلام لأنه سيمر معنا في العراقية، في الألفية العراقي. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، يعني علماء خراسان يطلقون الأثر على الموقوف. قلنا إذا كنتم تذكرون الأثر والخبر شيء واحد عند العلماء، لكن بعضهم قد يخص الأثر بقول الصحابي يعني الخبر بقول مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من هم؟ الخراسانيين. طيب، قال وفي اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، قال أبو قاسم الفوراني أو الفوراني معا بالفتح والضم كما قال هنا معا، وهذا من جودة التحقيق أنه يجوز هذا ويجوز هذا. قال منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر، يعني الفقهاء المقصود الخراسانيين، الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. إذا كنت تقرأ لأحد الخراسانيين فقال ورد في الأثر فاعلم أنه موقوف. أما إذا قرأت لغيرهم فالمقصود بذلك قد يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون قول غيره، فانتبه إلى اصطلاحات القوم، هذه مهمة جدا في قراءتك للكتب. نعم. ورد خلاف أي نعم، الأثر عن التابعي خلاف على قول بين القولين، يقول الكلام نسبوه الأثر للنبي يقول خرج كلام يعني قول الصحابي ماذا يسمى؟ هذا الإدراج يسمى أثر عند الخراسانيين، صحيح؟ لأنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا، عنده يسمى أثر وخبر لأن كلاهما واحد عند الآخرين.
قلنا بأن القوم الآخرين وهم الجمهور أن الأثر والخبر عندهم شيء واحد، فهذا يسمى خبرا ويسمى أثرا عندهم، لكنه في الأصل ماذا هو قول المدرج، قد يكون قول صحابي وقد يكون قول غيره من الرواة، مثل مثلا قول الزهري كان يتحنث أي يتعبد، هذا قول من؟ الزهري، والزهري تابعي صغير، تابعي صغير. أي نعم. النوع الثامن معرفة المقطوع. إذا صار عندي مرفوع، موقوف، مقطوع الآن. قال وهو غير المنقطع، يعني انتبه، عند جمهور العلماء وغالب العلماء أن المقطوع شيء والمنقطع شيء. المنقطع هو سقط في السند، أما المقطوع فهو أن يكون آخر السند تابعي فما دون. طيب، قال وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع. إذن هذه جمع المنقطع. طيب، طبعا هناك من أهل العلم من قال بأن المقطوع والمنقطع شيء واحد، سيذكره بعد قليل. قال أي في تعريفه ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ، من هو؟ بغدادي، في جامعه الكفاية، قال من الحديث المقطوع أو من الحديث المقطوع، يعني من أنواعه المقطوع. وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين، كل ما قاله التابعي يسمى مقطوعا، والله أعلم. كثيرا ما يوافق ابن الصلاح يوافق الخطيب، كثير من تقريراته في هذا الكتاب يوافق ابن الصلاح فيه من؟ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يعني يقرر بأن كلام الخطيب هو الثابت الصحيح. قلت ابن الصلاح وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما. من غيرهما؟ طيب، قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح عنا به، يعني وغيرهما، عنا به الدارقطني والحميدي، الدارقطني والحميدية. وقال ابن حجر وأفاد شيخنا في منظومته، يعني العراقي في ألفيته، العراقي في ألفيته، أنه وجد التعبير بالمنقطع في كلام البرديجي، أي أن البرديجي أيضا يقول بأن المنقطع هو المقطوع، المنقطع والمقطوع. طبعا يعني في مقام المقطوع عكس الأول، يعني سيأتي الكلام عن هذا. إذن الحميدي والدارقطني والبرديجي أيضا قالوا بأن المقطوع هو المنقطع، على تفصيل بكلام البرديجي سيأتي إن شاء الله في وقته وفي مكانه، تفريعات. طيب، قال أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وخالفه كل العلماء. انظر في الحاشية تحت. لكن ذهب العراقي وابن حجر والسيوطي إلى أنه مرفوع، وهو اختيار النووي والرازي والآمدي. هؤلاء كلهم ماذا؟ علماء حديث كبار. خالفوا ابن الصلاح في قوله أنه يعد من قبيل الموقوف. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكنا نقول كذا، يعني واضح أن ماذا؟ أنها يعني على زمان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. لكن ابن الصلاح
وافق على هذا الكلام أنه موقوف، وتبع في ذلك الخطيب، تبع في هذا المفصل ابن الصلاح الخطيب البغدادي في كونه موقوفا وليس مرفوعا. قال: وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله ابن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. يعني متفقين، إلا قول أبو بكر الإسماعيلي كما سيأتي بعد قليل. لكن غالب أهل الحديث يقولون أنه إذا قال الصحابي كنا نفعل على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبه لمين؟ لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا يعد من الصحابي ماذا؟ مرفوعا. أبو عبد الله بن البيع الحافظ هو من هو؟ ابن البيع. شوف بدلس عليكم ابن الصلاح، هو الحاكم رحمه الله، هو الإمام الحاكم أبو عبد الله المشهور المعروف صاحب المستدرك. أي نعم، أيوة نعم، مشان ما يقلك الحاكم، قال لك الحافظ مشان يضيعك. أي نعم. قال أن ذلك من قبيل المرفوع. وبلغني ابن الصلاح يقول عن أبي بكر البرقاني يجوز معا أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامة عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. إذن أبو بكر الإسماعيلي ماذا يقول؟ أن هذا موقوف. شوفوا يا أخواني، البرقاني تلميذ من؟ تلميذ الدارقطني وتلميذ أبو بكر الإسماعيلي، هذان معا. أبو بكر الإسماعيلي من أجل أن تعرف من هو، قيل عنه، قال الذهبي عنه، قال شيخ الإسلام صاحب الصحيح، انتبه، يعني مستخرج على البخاري. قال وكبير الشافعية، كبير الشافعية بناحيته، سمع من أبي يعلى الموصلي وابن خزيمة، إذن سمع من كبار. قال والبغوي، الإمام البغوي صاحب السنة، وطبقتهم بخراسان والحجاز والعراق. وحدث عنه الحاكم أبو عبد الله، والبرقاني أيضا هذا الإمام الكبير. والبرقاني شيخ من؟ شيخ من؟ البرقاني قرين الحاكم، لكنه شيخ الدارقطني، عفوا شيخ الخطيب تلميذ البرقاني. شوف الأئمة ورا بعض البعض، الخطيب البغدادي، البرقاني والحاكم شيوخه، تمام، شيوخهم مين؟ الدارقطني والإسماعيلي. طيب، قال كتب الحديث الإسماعيلي، كتب الحديث بخطه وهو صبي مميز. قال كتبت الحديث وأنا ابن 6 سنين، يعني صف أول، قلمه ودفتره وجالس عند العلماء وعم يكتب من عمره 6 سنوات. كيف سيكون هذا؟ إمام الدنيا رحمه الله تعالى. قال الحاكم عنه تلميذه واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء. وهذا قليل ما يجتمع في رجل، أن يكون شيخ المحدثين والفقهاء نادرا ما يكون، إما أن يكون شيخا للمحدثين وإما أن يكون شيخا للفقهاء. أما أن يجمع الرجل بين الحديث والفقه هذا أعجوبة زمانه. طيب، وقال الدارقطني، هذا الدارقطني لا يعجبه أحد. إيش قال؟ قال قد كنت عزمت غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق. حاولت أكثر من مرة، أطلع روح قابله، ما قدر الله عز وجل وما استمعا. لم يستمع أبو بكر بمين؟ بالدارقطني. ويقول أيضا، يعني أنا آتي بهذه الكلمات من أجل أن يعني نعطي المجلس شيء من يعني الملح حتى لا يتملوا بمسألة الاصطلاح. تمام يا شيخنا طلحة؟ أي الله يكرمك. قال الدارقطني
الآن الدارقطني يريد أن يعقب على فعل أبي بكر الإسماعيلي في مستخرجه. طيب، قال: كان الواجب للشيخ أبي بكر أن يصنف لنفسه سننا ويختار ويجتهد، فإنه كان يقدر عليه. شوف على التوثيق الكبير من الدارقطني. طيب، فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته، وما كان ينبغي له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه كان أجل من أن يتبع غيره. إيش رأيكم؟ عقب الذهبي فقال: قال الذهبي: قلت رحمه الله: بل من جلالة الإسماعيلي بل من جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر الصحيح وتقيد به. بالعكس، هذه رفعة يا دارقطني، عم رد الذهبي على الدارقطني، أنه هذه رفعة في حق الإسماعيلي أنه لم يؤلف بل تقيد بإيش؟ بالبخاري واستخرج عليه. هذه رفعة له، دليل على أن الإسماعيلي أدرك علو منزلة مين؟ البخاري، فلم يتجاوزه. هذا كلام طيب بين الفقهاء والعلماء والمحدثين. يعني ما أجمل هذا الأدب أن يكون بيننا كطلاب علم وكأهل علم. نسأل الله أن يؤدبنا. طيب، إذا الإسماعيلي يقول: حتى لو أن الصحابي قال كنا نفعل على زمن رسول الله وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد عنده أيضا ماذا؟ موقوفا. قال: والأول هو الذي عليه الاعتماد، أي أنه مرفوع. نعم، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، كونه فعل في زمانه، فكأنه أشعر ذلك أنه قد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فأقره وقررهم عليه. وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. طيب، فإنها أنواع، أي سنن، منها أقواله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا قول. ومنها أفعاله: كان إذا سجد وضع يديه ورفع مرفقيه صلى الله عليه وسلم، هذا فعل. طيب، هذا فعل. ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه، يفعل الشيء في حضرته صلوات ربي عليه وسلم فلا ينكر، كما أكل خالد الضب في حضرته فلم ينكر، كما قال عبد الله بن زيد لما في حديث الأذان المشهور في البخاري ومسلم وغيره، لما رآه في المنام وقال: يا رسول الله أتاني آت فقال: قل الله أكبر. الله علمه الأذان فقال: ألقه على بلال. هذا اسمه إيش؟ إقرار، صح ولا لا؟ هذا إقرار. كذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان، لما علم صحابته الكرام أن يقولوا بعد الصلاة من الأذكار 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في رواية، أن أحد الصحابة رأى في المنام أن آت قد أتاه فقال: اجعلوها 25 وأضيفوا عليها لا إله إلا الله. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: افعلوه. هذا ماذا؟ تقرير. يعني يجوز لك أن تقول هذه الأذكار بعد الصلاة، وهذه من الأذكار يعني السنن مهجورة، ما يفعله القليل، أن تقول 25 سبحان الله، و25 الحمد لله، و25 الله أكبر، و25 لا إله إلا الله. هذه تعدل 100 التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من 33 34 أو 33، وتمام 100 ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما قال افعلوه، هذا يعد ماذا؟ تقرير قولي للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن هناك تقريرات كثيرة، فهذا التقرير يعتبر من السنن المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هذا القبيل، أي من القبيل المرفوع الذي يعتبر مرفوعا. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي
كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني أيوة نعم، كنا نعزل والقرآن ينزل، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، هذا إقرار، أو كانوا أيوة نعم، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كلها تدخل في باب المرفوع. يقول ابن صلاح أنها تدخل في باب المرفوع، هي صحيح موقوف لكن لها حكم المرفوع. قال فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند. ايش يقصد هنا بالمسند؟ متصل. ايوه نعم، يقصد بالمسند هنا اي المتصل، فهو مرفوع متصل مخرج في كتب المسانيد، والمسانيد مرفوعة، وهذا موجود كثير في كتب المسانيد، ولو لم يكن له حكم الرفع لما ذكره أصحاب المسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على ماذا عليه. نعم، ما في حرج. أيوة، إلا عند مين؟ خطيب، إلا عند الخطيب الذي قال لا بد أن يقوله مين؟ نعم الصحابي، يرفعه الصحابي. طيب، ثم قال وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال، والمغيرة ماذا؟ صحابي، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير من أجل أن لا يؤذوا رسول الله، يعني دقا خفيفا، مو دق يحط يده على الجرس ما بيشيله، لكن يا أخي ما بده يفتح الباب، يا أخي ممكن إنسان يكون مشغول، ممكن إنسان عنده مجلس، ممكن إنسان يكون في عنده مشكلة، ممكن يكون إنسان تعبان ما يفتح الباب، الله وكيلك بدق الباب بيحط يده على الجرس ما بيشيل إلا حتى تفتح، إما يحرق الجرس أو تفتح الباب، إما الشهادة أو النصر عنده، تمام؟ فما عنده الثالث، ما عنده من الآداب يطرق الباب ينتظر، يطرق الباب ينتظر، يطرق الباب ينتظر، ما أحد رد يمشي، هكذا السنة، تمام؟ أما يعني أن يطرق الباب طرقا وراء بعضه البعض دون أن ممكن يكون إنسان عنده حاجة من الحاجات يقضيها، فلا بد أن تنتظر صاحب البيت، فكانوا يقرعون بابه بالأظافير تأدبا معه صلوات ربي عليه وسلم. فهذا فعل اطلع عليه النبي ولا لم يطلع عليه؟ أكيد عم يقرعوا عليه الباب بالأظافير. فهذا قال الحاكم عنه ماذا؟ أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. هذا كلام الحاكم لكنه غير صحيح. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. قال ابن الصلاح قلت بل هو مرفوع، بل هو مرفوع ليش؟ لاطلاعه صلوات ربي عليه وسلم على هذا الفعل وتقريره الفعلي بجواز القرع بالأظافير، هذا يعني واضح بين. قال بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى. ليش؟ قال لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. أكيد النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على إيش؟ اطلع على هذا الفعل. قال والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع. أي واحد؟ أيوة، أنه إذا اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الفروع. طيب شلون بتعارض نفسك هون؟ أنت الآن عرضت نفسك. لا، يعني شنع بالكلام. إيش قال؟ ويتوهمه من ليس من أهل الصنعة، يعني أنه مسندا. يا سيدي هو مسند، هكذا قال العلماء ونحن تبع لهم في ذلك. طيب، قال وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، أي نعم، ثم تأولناه له. يعني الآن يريد أن يقول له مخرج. إيش المخرج؟ تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا،
يعني ما في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف لفظا لكنه مسند حكما، مسند حكما. قال وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم. يعني مخرج، لكن الحاكم لم يرد هذا، لكن تأدبا معه ذكر مين؟ يعني ابن الصلاح هذا كلام. نعم شيخ. مرفوع مسند. أيوة نعم. وليس بمسند بل هو موقوف. أيوة مرفوع، لأن الحاكم عنده ماذا؟ المسند ماذا عند الحاكم؟ متصل مرفوع، فالمتصل المرفوع هو المسند. أيوة، فيقصد هنا الله يكرمك بارك الله فيك وليس بمسند أي ليس مرفوعا، ليس مرفوعا، هذا قول الحاكم. طيب التفريعة الثانية، كم باقي من الوقت؟ 3 دقائق. 3 دقائق لا، ما يمكن. طيب نقف هنا إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بارك الله.